الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده احلى صينيه بطاطس بالفراخ، سهله خالص، مش هتاخد معاكي دقايق في تحضيرها. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا مكعب زبده على معلقه زيت وفيهم فصين مستكه، هسيبهم بس يقدحوا كده مع بعض شويه. مخرجه عندي بصل دوريلات رفيعه خالص وعليها رشه فلفل اسود، هسيبها بس تدبل، مش عايزاها تاخد لون خالص. بعد ما ريحه البصل طلعت عندي هنزل بالطماطم والفلفل سواء رومي او حار، المتاح بالنسبه لكم، وحاجه اختياريه برضو ياخدوا ويدوا مع بعض كل شويه. هنزل بالمنكهات سهله خالص، ملح حسب الرغبه وفلفل اسود وكزبره ناشفه وبابريكا ورشه جوز الطيب وكمان رشه حبهان بودر. اقلبهم كده مع بعض. بتهيألي اللون والروايح بتتكلم عن نفسها. انا عندي هنا طبعا التتبيله الاعتياديه بتاعه الفراخ متبلاها قبلها بيوم، حاطه فيها بصل وليمون وملح وفلفل ورشه جوز الطيب ورشه كمان حبهان بودر وعصره ليمونه. هديها بس كده تشويحه من الجنبين وانزل الصوص كده اللي انا كنت نقعه الفراخ فيه، عشان انا مش هحط ميه خالص للبطاطس، انا هخلي كل حاجه تساوي نفسها. في المرحله دي هحط البطاطس واقلبها كويس مع بعض. ممكن تحطي معلقه صلصه لو حابه تحمري اللون، بس انا بالنسبه لي البابريكا قايمه بالواجب. انا هديها غلوه كده مع بعض حوالي 10 دقايق وبعد كده افضيها في صينيه عشان ادخلها الفرن تكمل سوا. هي كده غليت معايا، هحطها بقى في الصينيه وادخلها الفرن من نص ساعه لساعه على حسب كل واحده والفرن بتاعتها وعلى حسب حجم الفراخ. بتهيألي مفيش اسهل من كده. لو حابه تغطيها بورق فويل ماشي، لو مش حابه مفيش مشكله. انا بالنسبه لي مش هغطيها عشان تستوي معايا وتاخد لون كمان من فوق، لان هي اوريدي دخلت في السوا وانا حطاها على النار على البوتاجاز من فوق. هطلعها لكم بقى بعد ما شكلها يستوي في الاخر وتشوفوا منظرها وريحتها، بجد طعمها تحفه. لها بعد ما استوى عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد تحفه، ومفيش اسهل من كده، مش هتاخد معاكي وقت خالص. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه. متنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.